السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في رمضان هنتفرج أول حلقة من كل مسلسل، وهنتكلم عن الحلقة الأولى عموما وفهمنا منها ايه ونستشف منها كده هتابع المسلسل ده ولا ايه. مبدئيا أول مسلسل هتكلم عنه هو مسلسل الشرنقة. هو بيتكلم عن شاب محاسب شغال في شركة بيتعامل مع ناس عندهم مشاكل في الضرايب، اللي هو مشاكل في 50 مليون جنيه وحاجات كده يعني. فبيقارن بقى بين حياة الناس دي وحياته هو، ويا رب مشاكل من النوع ده وحاجات في الايه في السكة دي يعني. فالموضوع كده مبدئيا يبدو كده لطيف واجتماعي واقعي شبهنا، يعني بيتخيل حياته مكان الناس دي زينا. بطل المسلسل أحمد داوود شبهنا كلنا، حاسس ان الموضوع هيبقى لطيف كمان. يعني الكتابة والاخراج خصوصا على مستوى الحلقة الاولى، الاخراج فيه شوية ايه فرض عضلات كده بس برضه متوظفها، والدنيا على مستوى الكادرات بقى والتصوير والكلام ده، بس يعني في حاجات متوظفة كويس ومناسبة ومبتكرة. بغض النظر عن فرد العضلات اللي بان اوفر شوية، بس تمام يعني مناسب ومعدي ومخلي الموضوع لطيف فعلا. فقشطة. على مستوى الكتابة كمان احنا يعني المفروض في اي حاجة عموما ان احنا في المسلسلات، يعني في اول حلقة دي او في الاول احنا بنتعرف على الشخصيات والحدوتة وبتاع والكلام ده كله. هو قدر ان هو يعرفنا في الحلقة الاولى الشخصية الرئيسية بتاعتنا، مشكلتها، معاناتها. ما حاولش ان هو يعرفنا على اي شخصية من الشخصيات التانية بشكل مبتذل او شكل مقحم على الموضوع. لا، هو بس بيعرفنا الحدوتة والمشكلة وهو بيتخيل ويفكر وي من خلال ده بتظهر الاشخاص اللي في دايرته، فبنبدأ ان احنا نشوف مشاهد حتى كمان ما ناخدش معاهم وقت، لان ما بدأناش ندخل في حياتهم. فده كويس، انا حابب ده جدا، وده كمان سايب مساحة اللي احنا بعدين هناخد وقت ان احنا هنعيش مع الناس دي، مش هيبقى في ملل بقى. مش هو كل الحلقة الاولى قعدنا نحشر نحشر نعرف كل حاجة نعرف كل حاجة وبتاع. لا، الموضوع عدى ولطيف، سهل. مفيش مط، مفيش حشو معلومات. الموضوع ماشي بإيقاع جميل ولذيذ وبسيط، قدم حاجات وسايب تساؤلات كتير. فأعتقد إن المسلسل ده من المسلسلات اللي هتكسب الرهان، ومع الوقت هتكسب شعبية، وهيبقى من المسلسلات اللي هتفرج عليها إن شاء الله. قولوا لنا انتوا كمان رأيكم ايه المسلسلات اللي انتوا ناويين تتفرجوا عليها في رمضان ده. سلام.